كنت بجيب شوية حاجات كده من عند الخضري، فقلت بالمرة كده ايه اجيب لي شوية سلق احمرهم واضربهم في الكبة واحطهم في كيس تلاجة واشيلهم في الفريزر، عشان لما اجي اعمل القلقاس يبقى الموضوع سهل. لان السلق لما بيجي يتحمر يعني مراحله ياما وبياخد وقت، بيتقطف ويتغسل ويتصفى وبعد كده يتحمر وبعد كده يضرب في الكبة، فشغلانة بصراحة شغلانة. بس بقى المشكلة في ايه؟ المشكلة ان انا كنت جايبة كيس سلق مليان. اه والله العظيم كيس مليان، تخيلوا. مش عارفة تقريبا 5 6 حزم وكبار. وبعد بقى لما حمرتهم طلعوا شوية دول بس، يعني مش عارفة معلقتين ولا 3 باين. يعني هي دي بقى مشكلة السلق، ان هو بيبقى كتير جدا جدا وبيخس قوي، يعني بيخس لدرجة غير طبيعية. يعني مش عارفة كنت اجيب ايه تاني اكتر من اللي انا جبته ده. أنا الراجل فضل يحط لي واقول له حط تاني حط تاني حط تاني لحد لما الكيس اتملى. وفي الاخر بصوا اهم، هما شوية دول، يعني هما دول على قد اكلة، على قد مرة، مش اكتر من كده. والموضوع بجد بياخد وقت طويل قوي قوي، وكمان بياخد وقت كبير جدا جدا في التحمير، فاهمين؟ احنا بنحب نحمره، انا بحب احمره. انا امي الله يرحمها، الله يرحمها، يعني معودانا على الطريقه دي. كان احلى قلقاس هو اللي بناكله من ايديها بصراحه يعني. يعني انا لغايه دلوقتي بحس ان انا مش بعرف اعمله زيها، ربنا يرحمها يا رب. فاتعودت بقى. بس كده بصوا اهو، عملتها كده. واعتقد ان انا دول هستخدمهم مره واحده كده زي ما قلت، هشيلهم بقى في الفريزر، ويوم تاني اجيب بقى القلقاس وافرزه، وبعد كده يوم تالت ابقى اطبخه ان شاء الله.